السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتشابه اللي معايا بعد كده غفور حليم. غفور حليم ديت وردت في القرآن على 3 أشكال: أن الله غفور حليم، إن الله غفور حليم، والله غفور حليم. تعال نشوف الأشكال كده مع بعض. أن الله غفور حليم وردت في موضع وحيد في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. دي موضع وحيد في القرآن. إن الله غفور حليم موضع وحيد أيضا في القرآن، ولكن في سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أما قول الله تعالى والله غفور حليم ديت وردت في القرآن في موضعين: موضع في سورة البقرة وموضع في سورة المائدة. في سورة البقرة قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هذا موضع البقرة. وموضع المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. كده والله غفور حليم صفة الغفران ثم صفة الحلم. طب لو جينا عكسنا الصفتين، جبنا الحلم قبل المغفرة، ديت لم ترد في القرآن إلا في موضعين بنفس الصيغة: إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. والموضعين إنه كان حليما غفورا، موضع في سورة الإسراء وموضع في سورة فاطر. موضع سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وموضع سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. واضح كده؟ يبقى غفور حليم 3 أشكال: أن الله غفور حليم البقرة، إن الله غفور حليم آل عمران، والله غفور حليم البقرة والمائدة. حليما غفورا وردت في القرآن في موضعين بنفس الشكل: إنه كان حليما غفورا، سورة الإسراء وسورة فاطر.